السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في قناتكم قناة لبنى ماهر على فيديو جديد. وفيديو نهار اليوم ان شاء الله عبارة على واحد الميني بسيطلات اللي كيجيو اكثر من رائعين ممتازين، كيجيو لذاذ بزاف، ساهلين في التحضير ديالهم، بسرعة كنوجدوهم. كنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبة للبنات اللي بغيو يخدموهم كوموند غنخلي لكم كيف العادة الثمن في صندوق الوصف، ونزلوا ديروا دابا واحد اللايك الا كنتو باقيين ما درتوهاش، وعاد كملوا هاد لا فيديو وكتبوا لي واحد تعليق زوين اللي كيحفزني وكيحمسني وكيخليني دائما نشارك معكم الوصفات. كنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيو بالعائله والاصدقاء باش تعمل فائده وتشجعوني تحفزوني انني نعطي دائما المزيد والمزيد. الا كنتو اول مره كتشاهدوا هاد القناه ما تنساونيش من سبسكرايب وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. اكيد الا عجبكم المحتوى كيف ما كنقول لكم دائما. وندوزو مباشره هنا المقادير. عندي واحد الكميه ديال الكروفات اللي استعملت انا نص كيلو. عندي 200 غرام ديال الكالامار هي اللي كانت موجوده عندي. واحد القطعه ديال الزبده قياس واحد المعلقه كبيره، زوج الفصوص ديال الثوم اللي قطعتهم مزيان رقاق، حامضه مصيره صغيره قطعتها رقيق مزيان. غنضيف واحد الكميه ديال زيت الزيتون في واحد المقله اللي راها كبيره. من الاحسن بحال هكا باش ما كتطلقش لكم هذاك الفواكه ديال البحر الماء وتيبقى يعني طيبوا وتطبخوا فيه حتى كينشف وكيتقلص لكم كاع الحجم ديال داك الحوت بزاف. هنا غنضيف واحد القياس ديال واحد المعلقه كبيره ديال صوص صوجا عامره مزيان كيف ما شفتوا معايا. الا ما عندكم صوص صوجا ممكن تستغناو عليها. فكيف ما تشوفوا معايا واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال الهريسه اولا ديال الحار على حسب الذوق كيبقى. وهنايا رانا دايره نار مجهده باش ما يطلقش ليا داك الفواكه ديال البحر الماء بزاف، وفي نفس الوقت مقله اللي كبيره داكشي ما مضايقش. كيف ما كتشوفوا معايا كنضيف واحد الكميه ديال صلصه ديال الطماطم تقريبا قياس واحد 3 المعالق كبار عامرين مزيان، وكنحرك كلشي غير كيبداو يغليو صافي. هنايا ضفت عليهم واحد زليفه كانت شايطه عندي ديال الخضره مشحره اولا ديال واحد الحشوه ديال الملاوي كنت عمرت بها الملاوي وبقات شايطه عندي. ممكن ديروا شويه ديال البصله فلفل قرعه خيزو تشحروهم شويه ديال الملح والابزار شويه التحميره وتضيفوهم على هاد الحشوه هذه. الا بغيتوا تزيدوا في الكميه يعني هنا كنعصر العصير ديال الحامض واحد نص اولا زوج ديال النصاص ديال الحامض كنعصرهم مزيان على هاد الحشوه هذه. اين فوا كتبان لينا واحد شويه بدات كتنشف من داك الماء ديالها كنحبسو غير ما كيبقاش فيها داك الماء ديالها صافي كنحبسو. كنضيف هنايا القطع ديال الشعريه صينيه كيف ما كتشوفوا معايا. درت هنايا تقريبا واحد 6 ديال القطع، وغنضيف على داك الماء الملح كنحركهم مزيان غير كيطلع فيهم الغليه مزيان، وكنطفي وكنخليهم حتى كنبقى نقلب حتى تنلقاها طايبه يعني ما كتبقاش لينا هكاك بحال البلاستيك كتبان. صافي كنقطعهم مزيان اولا كنقطع الشعريه مزيان وكنضيفها على هاد الحشوه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخلط كل شيء مزيان حتى كيندمجوا ليا العناصر كاملين الحشوه مع هاد الشعريه الصينيه وكيتخلطوا مزيان صافي. والملح كذلك ما ننساوش الملح. انا هنايا مشات ليا من بالي ما ذكرتوش. بالنسبه هنايا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما خلطت كل شيء مزيان كتجي واحد الحشوه بنينه بزاف كتجي رائعه الصراحه. هذوك الفواكه راه حنايا قطعناهم رقاق مزيان قطع صغيورين. هنايا عندنا الزبده اللي ذوبناها حتى نشفات من الماء ديالها كنضيف عليها شويه ديال الزيت النباتيه. وهنا عندي الورقه الجاهزه من طبيعه الحال اللي كتسطي كتعصب ديال بصح. هنا راه كان رمضان. هاد لا فيديو راه قديم البنات عاد كتاب انني نشاركو معاكم. غندهن بهذاك الخليط غادي ندهن هذيك الورقه اللي عندي كامله. هنا الورقه لقيتها ناشفه بزاف شوفوا معايا كيفاش دايره، ولكن غادي نتعامل معها بشويه حتى كنسالي ما عديتش ما ندير. هنا كان رمضان ووجدت هاد البسيطلات هادو اللي كيجيو الصراحه رائعين. كيف ما قلت لكم هذيك الخضره ممكن ديروا كميه ديال الخضره تشحروها مزيان وتقدروا ديروا الكميه ديال الكروفات مع الكالامار غير قليله. ديروا غير 200 غرام مخلطه بيناتهم بزوج كتعطينا واحد النسمه زوينه. اولا ممكن تعوضوه بقطع ديال الصدر ديال الدجاج اولا اللي بغيتو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كندير الورقه الاولى كنعمرها بواحد الكميه ديال الحشوه
وكنزيد الورقه الثانيه. هنايا خدمت معكم ببطء كيف ما كتشوفوا معايا، لان الورقه صراحه ماشي ديك الورقه اللي كتسهل عليك الخدمه. هنا كنحاولوا نجمعوها، ما كندهنها ما والو، لان من كطيب راه كتسودا بوحدها. هكا كنجمعهم وكنحطهم في اللاطه. غندير معكم وحده اخرى شوفوا معايا الطريقه بالنسبه للبنات المبتدئات. يعني هنا فاش كنبقى نحكر على شي حاجه اولا شي لقطه باش نعاودها اولا بالعرض البطيء، فرا بزاف ديال البنات مبتدئات يقولوا لي لبنى ما تسرعيش لا فيديو، ديري لينا لقطات بشويه باش نستوعبوا الطريقه اللي كتكوني تخدمي بها. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كندير ورقه في قلب ورقه باش هكا وحده كنقلبها. شوفوا معايا هنا يعني داك الطريفات ديال الكالامار والكروات راهم باينين تبارك الله، راه كاين يعني كاين الخير. مني كتقطعي هكا البسيطله كتلقاي فيها ما شاء الله يعني، لان قطعناهم قطع صغيورين. هنا كنبداو نلفوا بهذه الطريقه، كنديروا البلي بهذه الطريقه هذه، كنجمعوا البسطيله وكنقلبوا على الظهر ديالها كنحطوها في قلب الثانيه باش هنايا هاد الجهه الاخرى ما تجيناش فيها غير ريقه واحده ديال الورقه وتقدر تقطع لينا. كنعاودوا نخدموا بهذه الطريقه بسطيله ديالنا اولا الورقه الثانيه ديالنا وكنقلبوها على هذا الشكل. كنحاولوا نقادوهم مزيان بزز. هنا شويه من داك الخليط اللي بقى ليا اولا ديروا شويه ديال الزيت فيه شويه ديال التحميره. حاولوا انكم تصفيو غير ديك القطرات الزيت اللي كتكون ملونه من الفوق، من الاحسن ما تهزوش مع ديك التحميره باش ما تجيكمش محروقه. دخلتهم للفران على واحد 160 درجه حتى تحمروا لينا على الخاطر ديالهم. هنا التصوير راه بدا شويه ديال الظلام كيطيح، فالتصوير والاضاءه ما عطاوش حق اللون الاصلي ديال هاد البسيطلات اللي كيجيو رائعين وجاو زوينين ومقرمشين، جاو محمضين وبنانين صراحه ممتازين. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما خرجتهم من الفران فانا زينتهم غير بقطع ديال الليمون الحامض اللي درت عليه شويه ديال الحبوب الخشخاش وريقه ديال المعدنوس وحبات ديال الكروفات اللي مشحرين. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو واحد البسيطلات ممتازين، الحجم ديالهم راه كبير شويه ماشي صغيورين، تيجيو رائعين صراحه ممتازين ولذاذ بزاف. اكيد لا جربتوهم غادي يعجبوكم. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يخدموهم كوموند فغادي نخلي لكم الثمن في صندوق الوصف كيف العاده. وكنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بين العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. وما تنساونيش من واحد اللايك وواحد تعليق زوين باش تحفزوني وتشجعوني باش نعطي دائما المزيد والمزيد. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه ما تنساونيش من سبسكرايب وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. اكيد الى عجبكم المحتوى كيف ما كنقول لكم دائما، وغنقول لكم السلام عليكم، نلقاكم فيديو قادم بحول الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.